يفجيني برجين هذه غرفة النوم. تلاحظون طبعا أن هي أنيقة جدا وفيها تكلفة وعنده أسلحة كثيرة كما تشاهدون. وهتجدوا في السقف كام لمبة، 1 2 3 4 5، وهنا كام لمبة. انظروا، يعني أنا ذهبت اشتري، كنت عايز أوريكم اللمبة بتاع السقف عندي، فمثلا تلاقي يقول لك الأباجورة دي مثلا ب $500، فأنا جبت اللمبة ب $3. يعني إيه ما الفايدة من الأباجورة ب $500؟ وأنا أقول لكل شاب يتزوج ولكل أب، حرام حرام تركبوا أباجورات والكلام التافه ده كله، لأن أنا زهقت من هذا الموضوع بصراحة، وبتأتيني شكاوى كثيرة جدا من المغالاة في الزواج، وكل راجل طرطور زوجته سحباه تقول لا بنتنا لابد نأتي لها بكذا وكذا. أنت راجل تافه وراجل هايف، لابد تكون راجل وتحكم بيتك وتحكم زوجتك. بقى أنت تقعد تمشي ورا أصل مش عارف الإشاني والملامين والإيه الكلام التافه ده. والله أنا تزوجت في منتهى البساطة، ولا يزال حتى اليوم الحمد لله أعيش في منتهى البساطة. أنا بقول لك لو بتشتري في الأجهزة الكهربائية هات أجهزة غالية متينة تستحمل تعيش، لكن ما الفايدة من الزخارف واللمبات أنا عندي اللمبة دي بقى لها 2 سنين في السقف ب$3، لمبة 50 واط يعني، في لمبات أخرى يعني، بس هي كلهم رخاص يعني ومقضين الغرض يعني.